اجمالا انا ماني انسان مهتم بالدراما وما بعرف اذا بتعرفوا، بس انا اصلا ما بطيق الناس. فكيف برايكم ممكن اني اطيق اخبار الناس؟ بس اخر فتره مع الوقت يعني اكتشفت من المحتوى اللي عم اقدمه انه انتم بتحبوا لما انا اطلع وبحكي لكم عن الدراما اللي بتكون صايره بين الناس او اخبار الناس او اخبار المشاهير حتى. يعني مبين من الفيوز على فيديوهاتي انه عم تحبوا هالشيء وعم تحبوا اسلوب الحكي. فهلا من بعد ما بدحت حالي لمده 30 ثانيه اجى الوقت اني اخبركم شو صاير. هيكم الوقت از باك، جيبوا له سناك. طيب حاليا في عنا دراما صايره بين الاعلاميه والممثله، شو كان اسمها؟ ريهام السعيد، مواليد 1975، من الاعلاميين والفنانين المعروفين بمصر. وعنا دكتور عالمي كتير شاطر ومعروف بشغله وشطارته، وهو يمكن اشهر حكيم بلبنان ومن اشهر الحكماء بالوطن العربي، الدكتور نادر صعب. اللي صار انه الست ريهام عملت عمليه تجميل عند دكتور نادر صعب بمارتش 2023، ومن وقتها لهلا هي عم تطلع بمثل حلقات تلفزيونيه وعم تقول انه في حكيم شوه لها وجهها ونزع لها وجهها، بس ما عم بتجيب سيرته وسيره اسمه لحتى ما تشوه فيه يعني وتعمل بلبله. انا الحكي اللي هلا عم بحكيه هذا عن لسانها، نقلا عن لسانها. هي فتحت لايفات تقريبا شي ساعتين على انستغرام باخر يومين، اكيد ما حضرتهم كلياتهم وكاملين، بس انه جبت لكم اهم المقاطع منه وهلا رح نشوفهم من بعد ما اشرح لكم شو القصه. فصار في مثل اخذ وعطا بين دكتور نادر صعب وريهام السعيد. ريهام السعيد عم تتهم دكتور نادر صعب انه شوه لها وجهها وانه نزل صور نتائج فيك، يعني حط صورتها قبل وحط صوره إلها بعد، بس الصوره اللي بالبعد ما كانت هي، ما كانت ريهام السعيد، يعني انما عامل لها مثل فوتوشوب او ما بعرف شو مخبص. وفوق هيك عم تقول ريهام السعيد انه الدكتور نادر صعب ما احترم لحقوقها ونشر صور وفويسات بينه وبين الدكتور نادر صعب على السوشيال ميديا ليثبت براءته وليثبت قدام الرأي العام انه هو بريء وانه هو اشتغل شغله مثل ما لازم وانه ما في اي تشوهات. بس القصص عم تتطور لدرجه انه صار في دعاوى وقضاء بالموضوع. هلا رح فهمكم كل شيء. اول شيء خلونا نروح نفوت على صفحه، شو كان اسمها؟ رحاب السعيد، مدري رحاب السعيد اسمها، رحاب السعيد. اللي بنعرفه انه هيدي ريهام السعيد بالشكل انه باطلاله حلوه ومرتبه مثل ما اغلب الناس بتعرفها، بس قدرت اني اتلقط بفيديو قبل ما تصير هلا هيدي البلبله بينه وبين دكتور نادر صعب. خلونا نشوف كيف كان شكلها. هيدي اللقطه نزلت ب 26/8/2023، يعني تقريبا من 4 اشهر او 3 اشهر او شيء هيك. تفضلوا طلعوا لي الفرق بين هون وهون. ما بعرف قد ايه كان عمرها بهيدي الصوره، بس اللي بعرفه انه هون كانت احلى بكتير من هون. يعني تطلعوا مثلا هلا اذا بنفوت لعند ريهام السعيد على الانستغرام طلعوا انه ما مخلي صراحه لايف ما فتحته الا ما حكي عن الموضوع، وبفهمها لانه مقهوره كثير يعني مخلوقه. بس خلونا نشوف هذا البوست اللي هون. يعني وصل بيك انك تشوهني وتموت ست قبلي، هو لانه دكتور نادر صعب في ست كانت عم تعمل عنده عمليه وحسب ما سمعت انه ماتت عنده بالهيدا، وتحط صوره لوحده مختلفه وتقول انه هاي انا، ده انا كنت زي القمر قبل ما اجي لك. مين الست اللي انت حاططها دي؟ عارف انا هرفع عليك قضيه وهبطل لك طب، يعني حتبطل بمجال الطب، حتبطل دكتور. كل انا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وش ليه حس عم بقرا بنجلاتشي عربي مكسر انا. المهم انه نزع له وجهها، يعني هذا اللي عم تحكي بالهذا. دكتور نادر صعب قال لك لا انا ما بجيبها واطي. تعالوا نشوف شو نزل. هيدي هي نزلتها من نهار. دكتور نادر صعب منزل بيان عم بيقول فيه في اعقاب ما تم نشره مؤخرا على احدى القنوات التلفزيونيه وتابعها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من اخبار كاذبه ومضلله عن الدكتور نادر صعب حول اجراء تجميلي واخطاء طبيه، ولذلك اقتضى التنويه بانه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه والتدابير اللازمه ضد كل من الاعلاميه والمحطه التلفزيونيه التي ظهرت بها، وان كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الاخبار والتي لا اساس لها من الصحه ستتم ملاحقتهم قانونيا، وانه بده يرفع دعوى بلبنان وبمصر خاصه بانه المساس بالسمعه، التشهير والحاق الضرر وهول هن، وانه حيسلم ادله واثباتات وهذا وهالاشياء كلها. ماشي خي. من بعدها دكتور نادر صعب نزل فيديو للنجمه، شوفوا هي الفيديو نازل من يومين، حاطط فيها قبل وبعد. اوكي بناكل كوبي رايت هلا ما فينا نحط الغنيه. هيدي كانت قبل. اوكي في شغله بدي احكيها. شايفين هيدي الشطشطه بالوجه؟ شو كانت عم تحكي ريهام السعيد على فيديو الانستغرام تاعها؟ انه الدكتور عم يعمل هيك ليبين انه وجهها مشطشط، بس هي بالاساس شو كان صاير؟ كانت هي ريهام عامله فيلر هون، واجا الدكتور نفس لها الفيلر لحتى، وطبيعي نفس لها اياهم لحتى يرجع يشتغل لها يعني، فنفس لها الفيلر. قام صور من بعد ما نفس الفيلر صور انه وجهها مشطشط وهيك ومنزوع وكذا، ورجع من بعدها زبط لها وجهها. هو مثل كانه كان مستوى مثلا الجمال عندها هون، لحتى يقدر الدكتور يوصلها لهون اضطر انه ينزلها لهون. فلما نزلها لهون على القاع اذا بدكم صور فيديو ترويجي اللي هو حقه، اذا هي قبلين انه يصور فيديو حقه بصراحه، واللي هي مثل اذا بدنا نقول فينا نقول مثل خدعه تسويقيه صغيره ما بتضر. فمثل صور لها وجهها باسوأ حالاته خلينا نقول قبل ما ياخذها ويطلعها ويظبط لها عمليه التجميل، على امل انه كان يوصل وجهها لاحسن احواله من بعد عمليه التجميل. هيدي كان وجهها قبل عمليه شد الوجه، وهيدي كانت بعد عمليه شد الوجه. وغير هيك وصلني شويه صور لعمليه الوجه اللي عملتها ريهام السعيد، حورجيكم اياهم هلا، بس انه مناظر شوي تعبانه يعني، عرفتوا كيف؟ خليني اورجيكم اياهم. في عنا هول الصور.
هلا هول بحس هذا الورم جدا طبيعي من بعد، يعني اذا من دغري من بعد ما عملت عمليه التجميل بظن هذا الورم سوبر طبيعي. اي شخص بيكون هيك من بعد عمليه التجميل بيكون ورمان وجهه. بس هيدي الصوره كان صار لها عمليه التجميل وقت، صار لها كان شي 8 9 اشهر صايره. هلا تعالوا نشوف شو حكيت ريهام السعيد ومثل اهم القصص اللي حكيتها على اللايف تاعها. بس نخلص من هذا المقطع بدي اورجيكم مقطع عن جد انه بدي الكل يحضره، خصوصي اذا حضرتك مره، بس خصوصي اذا حضرتك مره. فخلونا نروح نشوف هالمقاطع سوا ونشوف عن لسان ريهام السعيد شو حكيت. عمليه عشان تنزل. عارفين العمليه الدكتور في بيروت قال لي تتعمل ازاي عشان انزل عيني تاني؟ ان انا احلق شعري من هنا اوف، وافتح ياخد جلد يرقع بيه هنا عشان الاستاذ شايل زياده. هلا هو بالعاده انا حسب ما بعرف بالعمليات التجميليه اذا مثلا عازوا جلد بياخذوا من الاجر من الفخذ لانه فيها منيح كميه لحم او جلد او عرفتوا كيف يعني، فانه بالعاده هيك بصير بالعمليات. بس ما بعرف بعمليات التجميل تاعول الوجه انه ما بعرف معقول ياخذوا شقفه من يرقعوا لك اياها هون، ما بظن. انت اللي هتقضيني بدل ما تعتذر لي، وانا كنت ست عندي اخلاق. حرام لك كيف كنت هقول لك عفى الله. لك هيدي الصورة اللي هون كيف انه عرفت كيف. هلا انا ايه بفهم انه هي هون بالصورة كانت مع ميك اب وهالاشياء كلياتها، وهون صايرة عم تطلع بلا ميك اب، بس انه كمان يعني شيء ومنه. اما سلف انا طلبت منك حاجه؟ بالنهاية بحس بعمليات التجميل مش مهم انه نحن نشوفها للمخلوقة حلوة، المهم هي المخلوقة تكون راضية عن نفسها، تكون شايفة حالها حلوة. انا قلت لك مثلا عايزه حاجه منك ولا تعويض مثلا ولا اي حاجه؟ انا ما قلتش اني عايزه منك اي حاجه، قلت لك لو سمحت نفسي اتعالج، صح، نفسي وشي بس قول لي يرجع ازاي، انزل عينيا دي ازاي عشان ترجع كويسه. هون بلش هذا الاحساس بالندم انه خلص بدها ترجع للنقطة اللي كانت قبل عملية التجميل. المشكلة انه ما في كبسة ريست يا ريهام، يعني ما في هذه كبسة اندو، مش عم نشتغل ببرنامج فوتوشوب نحن عشان ارجع انا عايزه انزل عيني، عايزه حصل لي نزيف هنا وحرق، انا عامل تعويره قد كده والصور عندي، انا عيني عامله كده ليه؟ انا عندي خطوط وعندي سكارز تحت عيني مش باينه في الموبايل، بغض النظر عن الخطوط، بغض النظر عن ده، بغض النظر على انك مش شايف ان ده تشويه، ان يبقى عنده حد عنده خط من هنا لهنا، ده مش تشويه. طب انا شكلي كويس يا جماعه، انا واحده عامله عمليه تجميل، انا شكلي كده عاجبني الصوره اللي هو طلعها لي فاتحه بقي من هنا لهنا. ناس كتير قوي قعدت تقول لي لو كنت انت هتعرفي تاخدي حقك كانت اللي ماتت خدت حقها. اعمى ما تعرفش، يمكن انا اخد حقي وحق اللي ماتت. انا حاسسها انه هيدي من لما فاتت اصلا عمليات لعند دكتور صعب، او انه كل ما بتجي لتفوت لعنده بتتذكر هيدي الحادثه اللي صارت، انه هيدي البنت اللي نسيت شو كان اسمها والله هيدي البنت، بس حسب ما سمعت انه ماتت بال 2017 مثل ما قلت لكم بقلب غرفه العمليات تاعت دكتور صعب. يعني ما بعرف شو قصه الخبريه، يعني ما بعرف شو الخبريه، ما بعرف شو القصه، ما بعرف كيف صارت، ما بعرف شيء عن الموضوع. ما بعرف اذا حدا فيكم بيعرف شيء عن الخبريه يا ريت يكتب لي تحت بالكومنتس. هي تقعد تنزل حاجات عشان انا اللي هرفع عليك تشهير، لانك ما بتنزلش أوبا. صور ولا فيديوهات المفروض تنزلها، صح صح دي حاجات خاصه. صح، اذا عن جد هو ناشر مثل صور وفيديوهات بينه وبينه على الواتساب بظن انه هيدي القانون، بظن انه بحاسب عليها القانون بظن. وهعمل بيها محضر هنا في وزاره الاتصالات انها كانت على الموبايل، دي ما بعتها لك على الموبايل. يعني يا جماعه في حاجه اسمها كمان ما تروح لدكتور نفسي او دكتور تجميل ان في امانه، انت بتبعت له ايه على الموبايل وبتشوف في انه يطلع اسرارك عشان تثبت ايه؟ ان كان شكلي وحش، ان انا يعني كنت كده؟ لا شكلي ما كانش وحش، وكنت طالعه عامله معاك فيديو قبليها ب3 دقايق ما كانش شكلي وحش. وطلبت مني يا جماعه الصور حتى اللي مطلعها، الفيديو حتى اللي مطلعه اللي بيعمل فيه كده ده اللي وشي مكرمش فيه، اي دلوقتي ممثله او مذيعه او حتى واحده عاديه عارفه انها كانت حاطه فيلر في خدودها وهتدوبه غصب عنك، لما تنفخ بالونه وتيجي تفكها لازم هتنزل. هذا اللي شرحت لكم اياه على فكره، وقتها قلت لكم انه هذا الشيء اللي هون انه عامله فيلر لازم هتنزل. فانا لما مسك دي كده انا ما كنتش رايحه له كده، ده هو دوبنا الفيلر فنزل الخد. انا كده يعني انا مش فاهمه التشهير فين، مش عارفه ترفع قضيه على ايه. انا بسال الناس انا كده شكلي كويس ولا لا؟ بالبق اللي من هنا لهنا والعين اللي طالعه لفوق. انا يا سيدي بيشنت وبقول لك ان انا كنت واحده زي القمر وان انت شوهتني، ده رايي، مش فاهمه التشهير فين. خصوصا لم اذكر اسمك 11 شهر، ما قلتش ولا مره ان انت اللي عملت لي العمليه، انت اللي طلعت لي صوره، حتى لما طلعت في البرنامج اتكلمت على عمليه التجميل ما قلتش اسمك، انت اللي طلعت لي صوره بيفور وافتر، وعشان عارف انها تشهير وكذب شلتها. العمى، انت اللي كل شويه تنزل صوره فيك وتشيلها العمى، بس كل الناس شافتها وكل الناس عندها سكرين شوت منها ويور اكونت از فيريفايد. ما انا حتى معيش فلوس اتعالج يعني ولا عايزه حاجه. يعني انا هرفع بس قضيه
كثير مأذي، كثير مأذي اللي صاير معه. هيدي الجملة اللي قالتها انه انا معيش فلوس اتعالج، هيدي بحد ذاتها كثير مأذية يعني. انت تبطل طب. طيب اللي حكيته بصراحة كتير مؤثر يعني، بس بدنا نحط العاطفة على جنب. يعني بظن انه لما المشاهير وكل الناس لما تروح تعمل عملية تجميل، بظن انه بيمضوا مثل على كونترا انه اذا صار ما صار مشكلة، صار تشوه، الحكيم بيكون مثل رافع المسؤولية عن حاله. يمكن بظن انه صاير هيك شيء. مثل ما قالت ريهام السعيد، بحس رح ننطر القضاء لحتى نشوف شو حتخلص القصة بيناتهم. بس بظن انه يعني اذا بدي اعطي مثلا رأيي من منظور شخصي وبدون مثل اتهام للدكتور نادر صعب او شيء، حتى لو يمكن فرضا انه الدكتور نادر صعب وغلط، طبيعي انه يغلط، هذا الشيء بتصير يعني اهم الحكماء بيغلطوا بالنهايه عليه. يعني الحكماء منهم انبياء، اكيد بهمون انه يساووا احسن شيء بيقدروا عليه، واصلا مش من مصلحته. يعني هو مش كان مستقصد انه يشوهها لريهام السعيد، لانه مش من مصلحته انه يعمل هالشيء اصلا. بس انه الاغلاط ممكن بتصير. برايي انه كان ممكن تنحل بطريقه وديه كتير اكثر من هيك، وطريقه بروفيشنال كتير اكثر من هيك. واذا مزبوط انه في حدا مسرب واتساب شاتس او فيديوز برايفت او شيء هيك، فبظن برايي انه هالشيء غلط. هلا خلوني اخذكم لحتى اسمعكم النصيحه اللي كانت عم تعطيها ريهام السعيد لكل بنت. وبصراحه يعني هيدا اذا بدكم بتلخص زبده تاعت الفيديو. يعني انا كان بدي احكي هالحكي بصراحه، بس لقيت انه ريهام السعيد اوريدي حكيته، فقلت اوكي انا مش حاحكي هالحكي، حاترك ريهام السعيد هي اللي تحكي كونها انفلونسر كبيره، ويمكن في ستات بيتاثروا من حكيها. خلونا ندعي بس انه ما اكل كوبي رايت سترايك. انا كده متعالجه، وحواجبي دي انا رسماها لتحت، بيعملوا كده، شال كل الجلد اللي هنا، فلازم افتح كل راسي كده اما عشان اعمل ترقيع جلد، عشان عينيا تنزل، عشان ارجع طبيعيه. بس والله العظيم اقسم بالله لا هاخد حقي بعد البجاحه بتاعت امبارح، ان انت اللي هتقضيني. سعيد بالعمليه وهتبقى سعيد اكتر بالعقاب. انا هسافر بكره عشان ارفع عليك قضيه بكره في لبنان. انا برضو غلطان وما فيهاش حاجه لما الواحد كان قاعد بشويه كرمشه، بس هو انتقادكم كتير ان الواحد كبر. يعني اصاله عملت عمليه تجميل وبقوا زي القمر، عارفين انهم اصاله بس اصغر. ده شكلي انا عشان اخرج من مطار بيروت لازم وثيقه ان انا اقرار مني ان انا، عشان انا وشي مش انا. الواحد كان لازم يرضى بشكل، استغفر لكن الله. للاسف الشديد حكمكم طول الوقت على شكلنا بيخلينا دايما عايزين نظهر في احسن صوره، وده غلط. اوكي خليني بس اعيد على السريع اللي حكيته ريهام السعيد، لحتى لي لا سمح الله اذا اكلنا كوبي رايت سترايك علامه صفراء واضطريت انه اشيل المقطع تاع ريهام السعيد. تعرفوا شو كانت ريهام السعيد عم تحكي من ورا الغنيه اللي محطوطه بالفيديو؟ كانت عم تقول انه نحن على طول بنهتم كثير بكيف طالع شكلنا قدام العالم، مع انه فعليا نحن حتى لو يعني مثلا انا لنقول احمد فرضا عملت عمليه تجميل، حضلني احمد اللي كل الناس بتعرفه، بس الفرق انه حيبين شكليا، حكون شكليا اصغر. فهي عم تقول مثل بمعنى انه ندمت انه عملت عمليه التجميل، بس هو الضغط تاع المجتمع انه يي كبرانه ويي ليك التجاعيد ويي هذا. طبعا هي ممثله وفنانه كبيره يعني، فانه اكيد تسمع هول الانتقادات اكثر وبتكون عرضه اكثر لهول الانتقادات، لانه هيك ناس على هيك مستوى اكيد بحبوا انه دائما يضلوا اطلالتهم باحسن صوره. فكانت اي تجاعيد صغيره اي كذا تروح تسوي ابره او عمليه، فهي عم تقول انه هذا الشيء غلط وانه يا ريت ما سوته من الاساس. فبظن هي من هيدي ما كانت بس انه عم تطلع وعم تحكي عن الندم تاعها، انما كانت عم بتوجه مثل نصيحه لكل ست. حس هذا اكثر شيء اكثر شيء مؤثر يعني بالخبريه، اكثر شيء انه بحس خلينا نقول الدرس اللي ممكن اي شخص يتعلمه من هيدي الخبريه. فما بعرف بدي انتم تعطوني رايكم باللي صار. هل الدكتور نادر صعب يعتبر غلطان؟ هل ريهام السعيد غلطانه اكثر منه؟ على مين بتحطوا اللوم اكثر؟ خبروني تحت بالكومنتس. ولمين برايكم القضاء راح يعطي الحق؟ هل للدكتور نادر صعب ولا لريهام السعيد؟ كمان بهمني عارف بالكومنتس. واكيد خذوا بعين الاعتبار انه ممكن يكون دكتور نادر صعب مبنديها على مثل وثيقه انه اذا صار تشوه هو مخصه، بس بذات الوقت انه النتيجه اللي وصلت لريهام السعيد ابدا منا راضيين فيها هي. فما بعرف، مش حاجه عليكم رايكم بالكومنتس. اذا حابين قلت لكم شيء تحضروا بهالوقت رح لكم هيدي الحلقه هون. ما تنسوا تعملوا شير لاصحابكم لهيدا الشانل لحتى تساعدونا انه نكبر، لانه بحاجه لدعمكم بصراحه. واخر شيء من لكم كان معكم خيكم الوقت، لا تنسوا الشير وبنشوفكم على خير. يلا بيس.